أكبر مسجد في الجزائر. أهلا بكم من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. نبدأ جولتنا مرورا بجسر صالح باي، متجهين لثاني أكبر مسجد في الجزائر والثالث في إفريقيا، مسجد الأمير عبد القادر. هذا المسجد يعتبر أحد أشهر معالم مدينة قسنطينة، وبدأ بناؤه عام 1968. استغرقت نحو 25 عاما حتى افتتاحه رسميا في نهاية أكتوبر 1994، ويتسع ل15,000 مصلي. يضم المسجد أيضا جامعة العلوم الإسلامية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وتفسير معانيه، ويصل ارتفاع مؤذنتيه إلى 107 أمتار، فيما ترتفع قبته إلى 65 مترا، ويصل قطرها إلى 20 مترا. وتضم من الجهة الداخلية أسماء الله الحسنى منقوشة بزخرفة فنية رائعة.
عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هذه صفته، أنه يتميز بالجود والكرم والإنفاق، وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وهذه الصفة، يعني الإنسان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، قليل من الناس من يتصف بها. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ممن يتصف بهذه الصفة، أنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. علاش؟ لأن الإنسان مهما أنفق، كثير من الناس ينفقون يتصدقون، ولكن الخوف من الفقر، هذه الحالة النفسية التي يجدها الإنسان في قلبه، وهي من الصفات يعني مركوزة في الجبلة. وزد على ذلك وساوس الشيطان. الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن فالشيطان نجي تخرج الصدقة عليك، يجي ليك يقول لك ناقل، وعندك أمورك، وعندك دار تبني فيها، وعندك سيارة راح تشريها، وعندك طفل راح تزوجه، وعندك بنتك خطبوها، وعندك كذا. تقول له نعطيك شوية وخليه بزاف، مد شوية وخليه بزاف إلى آخره. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والعياذ بالله، والله يعدكم مغفرة وفضل. إذن الله تعالى يأمر بالفضل والمغفرة والعفة والطهارة. أما الشيطان فيأمر بشيء آخر، وهو يأمر بالإمساك خشية الفقر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينفق إنفاق من لا يخشى. إذا ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني في سائر السنة، أجود الناس، ولكن أجود ما يكون في رمضان. في رمضان يزيد جوده ويزيد إحسانه وتزيد صدقاته ونفقاته عليه الصلاة والسلام. ولكن هو قال لماذا؟ ما هو السبب اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يجود بالخير ويتصدق أكثر فأكثر في رمضان؟ حين يلقاه جبريل، وهذا اللقاء لا تفيه مدارسة القرآن الكريم. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يصبح أجود أكثر فأكثر. إذا حبينا نحط الأسباب لخلال النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالخير كثيرا وكثيرا في رمضان من خلال حديث ابن عباس، نجد أولا القرآن الكريم. حينما يعيش الإنسان مع كتاب الله عز وجل، أي إنسان يعيش مع القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم ويتدبر القرآن الكريم ويتأثر ويتفاعل مع القرآن الكريم، لا بد أن يكون من المنفقين، من المتصدقين، من الذين يجودون بالخير كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يقرأ في القرآن الكريم، وهو يقرأ القرآن الكريم يقرأ فضل الصدقة، يقرأ الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيل الله، يقرأ ما ينتظر المنفقين عند الله سبحانه وتعالى. وحينما يقرأ القرآن يطمئن وتروح عليه وساوس الشيطان ووعود الشيطان بالفقر، لأن الله تعالى يعد
المنفقين في سبيل الله في كتابه يعدهم بالعطاء ويعدهم بالخلف ويعدهم بأن ينمي الله سبحانه وتعالى ماله وهكذا. لهذا نجد أن النقطة الأولى وهي أن الإنسان يعيش مع القرآن الكريم. الحاجة الثانية يا إخواني الكرام وهي مجالسة جبريل في حد ذاتها، مجالسة جبريل عليه السلام. ولهذا قال العلماء مجالسة الصالحين تفيد الإنسان كثيرا في أن يأخذ من الصالحين أخلاقهم وما تميزوا به وما تحلوا به من فضائل. الإنسان يقول مع الناس الصالحين يتعلم منهم الإنفاق، يتعلم منهم الكلمة الطيبة، يتعلم منهم الالتزام بأحكام الدين، يتعلم منهم المحافظة على الصلاة، يتعلم منهم أنه يكسب المال تاعو من الحلال، يتعلم منهم حسن المعاملة، يتعلم منهم الكثير. بصح يقول مع الآخرين وش راح يتعلم؟ يتعلم منهم المنكر والمعاصي والآثام والعياذ بالله ويذكروه. لهذا قال الرفيق والصديق، الرفيق والصديق هو من تذكرك بالله رؤيته، من تذكرك بالله رؤيته. لما تشوفه تتفكر ربي سبحانه وتعالى. أما رفيق السوء لما تشوفه تفكر المعاصي والآثام والعياذ بالله. ولهذا قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، من يخالف. إذن الصداقة، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي شكون هو صاحبك، قل لي شكون أنت. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف الصديق الصالح والصديق الطالح بحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك ونافخ الكير. المثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إذا لم يحذيك من مسكه شممت منه رائحة طيبة فأنت دائما معه مع الأخير. إذا مدلك من المسك هو خير، وإذا ما مدلكش تشم منه رائحة طيبة جليس صالح فيه فائدة صح ولا لا؟ أما نافخ الكير مع احتراما لكل الحدادين ما نستخدموش عليها، الكير هذا هو واحد المادة أبدا ينفخ فيها باش يأشج الجمر، لما يضرب تتطاير الجمر يتطاير حتى يذيب الحديد. فلما تقرب ليه انت ملكت معاه تقعد معاه تقرب للحداد وهو قاعد ينفخ في الجمر نتاعو عن طريق الآلة هذه اللي يسميوها الكير، فإنك إن لم يعني إذا لم يحرق ثيابك شممت منه رائحة كريهة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير لأمرين. إذن أنه لقراءته للقرآن، وثانيا مجالسة للصالحين ومجالسة جبريل عليه السلام، وثالثا معرفته صلى الله عليه وسلم بالأجر والثواب العظيم الذي يعده الله عز وجل للمنفقين في رمضان. الأجر تاع الصدقة في غير رمضان أجر، ولكن الأجر تاع الصدقة في رمضان يتعاظم بحيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نقطة مهمة جدا إخواني الكرام. هذا المسجد تحفة فنية ومعمارية وصرح إسلامي ومنارة تعليمية في الجزائر، أمر ببنائه الرئيس الراحل هواري بومدين، واشتركوا مهندسين مغاربة ومصريين وعمال جزائريين. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبكم محتواي لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.